السلام عليكم يا رجاله، فيديو جديد النهارده ان شاء الله. فيديو النهارده هيبقى عن احداث بكره يوم الخميس، عن تحديث بكره الجبار ان شاء الله، واللي هيبقى واحد من اقوى تحديثات في اللعبه. وصلى على النبي يا معلم قبل ما نبدا اي حاجه. حط لايك واشترك في القناه عشان ان شاء الله نوصل 1000 مشترك في اقرب وقت. ويلا بينا على موضوع فيديو النهارده يا معلم. مبدئيا كده باكج ابراهيموفيتش هيتشال بكره هو وبيليه. طبعا حمله البلاك فرايداي هتخلص هي كمان، فكده هينزل معانا حمله جديده بكره وموسم جديد. طبعا لاعب في الديفيجن جديد بدل كارفخال. لو انت واصل اول مليون على الديفيجن هتاخد كارفخال مجانا بكره. طبعا باكج نجوم اسبوع جديد ودوري ابطال جديد هيبقى نازل فيه لعبه جامده. واتمنى يعني ان الباكجات بكره تبقى باكجات حلوه ومحترمه. وعندك يا باشا اول حاجه، طالما حمله بلاك فرايداي هتخلص نقول على الحمله الجديده اللي هتيجي. وهتنزل حمله مش بقوه حمله البلاك فرايداي لكن تعتبر كويسه. والحمله الجميله دي يا باشا هناخد فيها جاتوزو مجانا. وهتاخد فيها كمان لاعب شو تايم مجانا. ومش معروف لحد الان اللاعب ده مين، فالمفروض نعرفه بكره. والحمله دي هتبقى متقسمه لثلاث اسابيع. تبقى الحمله طبعا معانا مستمره 3 اسابيع، فتبقى متقسمه لثلاث اسابيع او 3 مراحل. المرحله الاولى تبدا من بكره اللي هو 4 ديسمبر لحد 12 ديسمبر اللي هو الخميس الجاي بتاع الاسبوع الجاي. والاسبوع اللي بعده هينزل مكان الحمله دي اللي هو يبقى المفروض من 18 ديسمبر لحد مش فاكر كام ديسمبر، المفروض لاخر الشهر بقى، او مش فاكر امتى. هتبدا حمله اللي هي المرحله الثالثه والاخيره من الحمله دي، واللي هتنتهي معانا مش فاكر كان وقت ايه، بس المهم ان ال3 مراحل هيظهروا قدامك دلوقتي. طبعا الحمله اللي معروف عنها كل حاجه دلوقتي هي من بدايه بكره ل 4 ديسمبر لحد 12 ديسمبر اللي هو الخميس بتاع الاسبوع الجاي ان شاء الله. والحمله قلنا زي ما انت شايف كده جاتوزو ولاعب مجانا. شو تايم مش معروف لحد الان هو مين. وطبعا عندك 150 كوين من الاحداث والمهمات. وكمان يا باشا معانا اضافه جديده بكره وهو مدرب جديد هو رونالد كومان، طبعا مكان حزمه كابيلو. هينزل رونالد كومان، وطبعا نزل معانا مدرب جديد يعني لازم ينزل باكج جديد. طبعا الباكج هيبقى بكره هو دافيد بيكهام ويان كولر. طبعا لينك اب اكيد بين الار ام اف والسي اف. طبعا اكيد الار ام اف هيبقى متخصص عرضيات، والسي اف لازم يبقى جول بوشر عشان يحط بالبولة هيدر. طبعا ويان كولر معروف الهيدر بتاعته طوله 2 متر. انت مستني إيه تاني؟ لازم يجيب طول الهدات. فربنا يستر ما قابلناش في الديفيجن يعني. وعندنا طبعا ميزه كانت تضاف هنا في مكان فريق في الفريق هنا عندك. في مكان الخانه الفاضيه دي هتضاف عندك يا باشا حاجه عامله زي اداه تحليل كده. يعني بتحلل لك اخر 10 ماتشات عندك او مش عارف اكتر او ايه. بس المهم ان هي بتحلل لك الماتشات اللي انت لعبها قبل كده. طبعا ده في الاونلاين بس. هتحلل لك كل ماتشات لو انت عايز تشوف ادائك في اخر كام ماتش عندك كنت لاعب كويس ولا لا. كمان يجيبوا لك النسب الطبيعيه اللي هو انت مثلا. ده مثال يا جماعه، اللي هو انت مثلا المفروض تجيب 100 مراوغه في الماتش. طبعا ده مثال عشان ما حدش يقول لي 100 مراوغه ايه يا عم، انا بديك مثال. لو انت المفروض تجيب في الماتش 100 مراوغه، فدي النسبه الطبيعيه لاي بني ادم. انت لو جبتها يبقى انت كده ماشي طبيعي في اللعبه ومستواك متوسط. لو انت اقل منها يبقى انت محتاج تزود عندك المهاره دي شويه، وانك تعلي حوار المهارات عندك شويه. لو انت اعلى بقى من 100 تمرير 100 مراوغه ولا ايه. لو انت اعلى من 100 مراوغه وبتعمل اكتر من 100 مراوغه في الماتش، فانت كده محترف في اللعبه ومستواك عالي. فبمعنى صح بتحلل لك مستواك في الماتش، وبتجيب لك كمان الباصات اللي انت لعبها صح، الباصات اللي انت بتلعبها غلط. بتحلل لك ادائك في الماتش ده من اول ديفيجن 1 لحد ديفيجن 4. وعندنا ميزه كمان محترمه، وهي ميزه ان المدربين هيبداوا يدوك نصايح في الماتش. طبعا في الاونلاين برضه هيبداوا يدوك نصايح في الماتش انت ماشي ازاي. طبعا هو ظاهر لنا في الاعلان ان هو ارتيتا بس المفروض تبقى عند كل المدربين. بس المفروض يعني يا ريت كونامي تبقى عملت الموضوع ده ان هي ما وضحتهوش. هل كل مدرب هيديك نصايح مختلفة على حسب أسلوب لعبه ولا لأ؟ يعني أتمنى يعني إن هم يبقى كل مدرب بيديك نصايح مختلفة. أرتيتا بيدي نصايح مختلفة عن جوارديولا، وجوارديولا بيدي نصايح مختلفة عن فليك. كل واحد على حسب أسلوب لعبه، مش هيدوك كلهم نفس النصايح يعني. بس أما نشوف كونامي تبقى عاملة إيه بكرة إن هي ما وضحتش الحتة دي. وعندنا كمان حاجة من تبع الحملة، وهو كمان ان ظهر لك 3 لعيبة شو تايم ولاعب واحد شو تايم. هنديك الفكرة عن الباكجين دول. باكج ال3 لعيبة ده هيبقى باك فيه 70 لاعب او 75 مش فاكر. طبعا هيبقى باكج بكوينز عادي جدا. ده الباكج اللي عليه صورة لاعب واحد بس اللي هو شو تايم. ده باكج مكون من 30 لاعب. هتاخد عليه 21 فتحة. كل يوم هتاخد منهم فتحة. ده لمدة كام؟ 21 يوم. يعني هتاخد 21 فتحة على باكج فيه 30 لاعب، ومنهم لاعب شو تايم. المفروض ان هم حاطين لك كده بس. قلنا طبيعي طالما حاطين لاعب واحد يبقى في الباكج لاعب واحد شو تايم بس مش معروف مين اللاعب ده زي ما انتم شايفين قدامكم. فالمفروض هنعرف بكره. وكمان كونامي اعلنت ان 4 اساطير جداد ضافوا في اللعبه. 4 اساطير، من واحد من برشلونه وواحد من مدريد ريال مدريد يعني.
واحد من انتر ميلان وواحد من مانشستر يونايتد، بس يعني مش اساطير اللي هي قويه وجباره اللي كل واحد يقول لك انا عندي الاسطوره كذا والاسطوره كذا. لا، هو انا عمري ما سمعت عنهم في طبق اليوم الصراحه، اساطير شايفهم مالهمش لازمه. مش عارف مين المحترم اللي هيفتح عليهم، اذا كان عارفهم بقى فقول لي في الكومنتات انتوا عارفين اللعيبه دي ولا لا. وقالوا كمان يا معلم ان هم حاسينه شويه تحسينات في الجيم بلاي، وكمان في حوار الدفاع. طبعا الدفاع بقى عامل ازمه الفتره الاخيره في اللعبه، بقى صعب جدا انك تدافع. فهم عملوا 3 تعديلات على الدفاع. مبدئيا كان الدفاع يا باشا بقى يقول لك ان خلاص مش هتلاحظ بعد كده فرق السرعه الرهيب اللي كان ما بين بقى اللي ما بين المدافع والمهاجم. اللي هو احنا كنا الاول اي مهاجم سريع زي مثلا من نوعيه جاريث بيل كان بيعدي اي مدافع بسرعه جباره، كنتش تعرف تلحقه حتى لو مدافع عندك سرعته 94 ولا 93. كنت بتلاقي صعوبة مع جاريث بيل أو أي لاعب سريع على العموم زي مبابي وجاريث بيل كده، كنت بتلاقي صعوبة في إن أنت تمسكهم أو تراقب عليهم، لأن دايما هتلاقيهم سبقوا المدافع بتاعك حتى لو كان سرعته 93 أو 92. فكنا ما قالت لك خلاص مش هتلاحظ الفرق ده بعد كده، السرعة هتبقى منطقية ومش المدافع مش هيرجع ورا قوي، ولا المهاجم هيسبقه بمراحل، ولا هتلاقي الانفراد بتاعت الفترة الأخيرة دي تاني. وقال لك كمان إن اللعيبة بعد ما تتعب، يعني بعد ما حالتهم البدنية تقل في الماتش، المدافعين بعد الشوط التاني سرعتهم المفروض كانت بتقل، لا يقول لك دلوقتي سرعتهم مش هتقل بالسرعة إلا اللي كانت زي الأول. يعني سرعتهم هتقل بس مش قوي. انت كنت بتلاقي الأول بعد ما المدافع نص الباور عنده بينقص وانه خلاص بدأ يتعب، بتلاقي المدافع خلاص حرفيا ما بيجريش. في اي انفراد اي كوره ثرو هتلاقيها حرفيا راحت بجون، لو المدافع عندك مش الاستامينا عنده مش عاليه او قوه التحمل عنده مش عاليه. فبيقول لك ان خلاص ده مش هيحصل تاني، حتى لو قوه التحمل عند المدافع بتاعك نزلت قوي، سرعته مش تنزل بالسرعه بتاعت زمان، سرعته هتنزل بس بنسبه معقوله. وبيقول لك كمان يا باشا اما الحاجه التالتة ان خلاص بعد كده مش هتلاقي المدافعين بتوعك لازم مدافع سريع ومش عارف ايه، لا ده المدافعين بتوعك هتلاقيهم احسن من الاول، وهتلاقي طاقتهم بقت احسن. فالمهم ان كونامي بتقول لك انها حلت مشكله الدفاع دي وخلت الموضوع منطقي شويه، والمدافعين ما بقوش بطاء زي الاول، وان المهاجمين مش هيسبقوا المدافعين، ولازم تكون يعني جاي عندك مدافع سرعته 97 و100. يعني يا رب يكونوا فعلا حلوا مشكله الدفاع دي لان هي ازمه عندنا كلنا. تعالى يا باشا نخش برضو على حوار المهم معانا اللي كل الناس فهمته غلط، وهو اوليفر كان. كله قال لك اوليفر كان يا باشا نازل مجاني ومش عارف ايه، طبعا ده شيء مش صحيح بنسبة يعني 50%. هتقول لي ليه بنسبة 50%؟ هقول لك لانه صح فعلا هو مجاني، لكن بشرط بعد اختيار يا باشا. لو ركزت في الصورة هتلاقي ان في علامة عدد الاختيار. يعني اوليفر كان انت ممكن تختاره هل هينزل في باكج فيه لعيبه ولا لا، بس المفروض ينزل في باكج فيه لعيبه وانت تختار بقى، بس كلنا ما قالتش على اللعيبه هتنزل معاه. يا ترى هل اوليفر كان هينزل في باكج مثلا 50 لاعب وتفتح عليه وهيبقى ليك عقد اختيار عليه وانت تختار بقى اللاعب اللي انت عاوزه، بس دي غبيه جدا؟ ولا اوليفر كان هينزل معاه لعيبه ايبك برضو دبل بوستر وانت تختار بقى من باكج ده؟ طبعا اوليفر كان نازل بمهاره جديده اسمها سبيريت رور، والمهاره دي ما بتاثرش على الحراس، لا دي بتاثر على الدفاع، بتعلي القوة البدنية للمدافعين. يعني مثلا المدافع لو قوته البدنية على سبيل المثال 90 فهتخليه 93 أو 94، يعني كده بتزيد قوة بدنية للمدافعين. طبعا بيقول لك بيزيد القوة البدنية والاحتكاكات معاهم كمان للمدافعين. يعني هي مهارة على العموم بتأثر على المدافعين مش الحراس. بس طبعا كونامي ما وضحتش اوليفر كان ده هينزل ازاي او هناخده ازاي، ما وضحوش، بس هو هينزل يوم 18 ديسمبر يعني الاسبوع الجاي يوم الخميس، يعني مش بكره خالص. بس كونامي ما وضحتش بقى هل هينزل معاه لعيبه ولا لا، طب هناخده ازاي كده. بس هو بنسبه 70% هيبقى او 50% هيبقى مجاني، لكن بعد اختيار، عشان طبعا عقد الاختيار زي ما انت شايف موجود معاه في الصوره. وعندك كمان كونامي يا باشا عملوا تعاقد جديد مع بطولة أفريقيا اللي هتتعمل إن شاء الله في 2026. كونامي عملت معاها تعاقد وهتنزل لها باكجات زي ما أنت شايف، باكج هايلايت وباكج كمان هيبقى إيبك مع لاعب جديد، هو اللاعب اللي هيظهر قدامك ده الحاج. زي ما أنت شايف الحاج يا باشا هينزل معانا لأول مرة في اللعبة، ويبقى باكج برده 150 لاعب تفتح عليه كوينز، وباكج هايلايت إلى حد ما كويس بس منصحش حد يفتح عليه، باكج كحيان صلاح هيبقى على حاجة في 100 101 بكتير. يعني إيه الأوفر ده؟ يعني ليه؟ يعني اوفر تعبان جدا، يعني خلوه طب حتى 102 يعني حاجة غريبة. ما انصحش حد انه يفتح الباكج ده الصراحة، انه تعبان. واكيد يا معلم ينزل معانا ايفنت 50 كوينز بكرة ان شاء الله، وهينزل لنا فتحتين مجانين على دوري الابطال وباكج نجوم الاسبوع كالعادة. يعني ده كان فيديو النهاردة يا صاحبي، يا رب يكون الفيديو عجبك،
ولو عجبك طبعا ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك عشان نوصل ل1000 مشترك في اقرب وقت ممكن ان شاء الله. واما نشوف بكره يا كريم هتعملوا ايه، يا رب يبقى تحديث حلو فعلا وما تعشمناش على الفاضي، تبقى الاضافات كويسه ومحترمه. وبس ده كان فيديو النهارده. لو حابب نعمل اي نقطه تقول لي اي حاجه جديده، تقول لي اقتراحك في الكومنتات، شايف تحديث بكره هيبقى كويس ولا لا، يبقى قول لي في الكومنت. وكان معاكم احمد، سلام.